النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن احسن مرطبات ممكن تشتريها من اوريفلام. مرطبات للايد وللجسم عموما. الفيديو حلو قوي فاتفرجي عليه من اوله لاخره، ان شاء الله هتستفادي منه، خصوصا لو انت عروسه. المرطبات دي سعرها حلو، ريحتها حلوه، شكلها على التسريحه او السريحه حلوه قوي، فان شاء الله هتعجبك وهتستفادي منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم شهر رمضان، او ان شاء الله يعني ان هو يجي علينا. اللهم بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، وكل احنا كلنا في احسن حال يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هكلمك عن احسن مرطبات للايد وللجسم عموما ممكن تشتريها من اوريفلام. ريحتها حلوه، سعرها حلو، كمان لو انت عروسه هتبقى شكلها حلو قوي معاكي في التسريحه او على السراحه. كمان لو انت بنوته لسه صغيره وعايزه برضو مرطب حلو كده لايديكي او لجسمك، كمان سعره على قد الايد وحجمه حلو قوي، هيقعد معاكي كتير قوي. فالفيديو ده ليكي، فاتفرجي عليه من اوله لاخره وان شاء الله هتستفادي منه. ويلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه، واكتبوا لي في الكومنت عايزين فيديوهات عن ايه تاني، او اكلمكم عن اي حاجه تانية او ريفيو عن اي حاجه، وان شاء الله هعمل لكم بيه فيديو، هقول كمان اساميكم كلكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه. ويلا بينا، كفايه بقى رأي لحد كده، وتعالوا عشان احنا في ايام مفترجه. صلوا كلكم على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. اول واحد ده يا بنات اسمه استنشال تقريبا. دوت حلو قوي قوي قوي. طبعا اللي عارف الماركه دي عارف انا بتكلم عن ايه. دوت تقريبا هو اتبطل، يعني بطل ينزل في الكتالوج. لو انت متابعه الكتالوج بتاعهم، هو بطل ينزل فيه، ولكن بينزل بقى كده في تبع الفرع بتاعك، بينزل كده لقطه، يعني عارفه ان هو بينزل كده في ساعه معينه. فالقطي ده حلو قوي للايد وحلو قوي للوش، جميل جميل بجد، ريحته حلوه وكمان ترطيبه حلو. اللي بالافوكادو ده بقى انا مخلصاه وكل ما بيخلص بجيب منه. ترطيبه حلو قوي للايد اللي هي شديده الجفاف. عارفه لو انتي مثلا ايديكي في الشتاء بتنشف قوي ومهما رطبتيها برضو ما فيش فايده معاها، لا الكريم ده بجد هيفيدك قوي. مرطب حلو قوي، بيدي ترطيب عالي للايد زي ما قلت لكم شديده الجفاف. وهنا بحاول اوريه لكم على الايد بيبقى عامل ازاي. ريحته كمان ريحته حلوه، عارفه ريحه اللي هو الافوكادو، بس طبعا هو اصلا ملهوش ريحه قوي يعني، بس يعني تحس ان انت حاطه حاجه حلوه كده، فاهمه؟ فريحته حلوه، شكله حلو قوي بقى لو انت من محبين الافوكادو. ريحته كمان حلوه. ده بقى حاجه صيفيه قوي، صيفيه بجد. هو اصلا مرسوم عليه كله ورود كده، هو بريحه فعلا الورود والزهور. فعشان كده بقول لكم حاجه صيفيه، ريحته منعشه قوي، ترطيبه حلو، لكن زي ما قلت لكم هو صيفي. صيفي يعني ايه؟ مش عايز الايد اللي هي شديده الجفاف في الشتاء. يعني لو انت ايد في الشتاء، طبعا ايدينا بتنشف بكتير اكتر من الصيف، فلا ده صيفي. صيفي كريحه، يعني تقريبا هم عاملينه للصيف ولا ايه. فهو صيفي كريحه وصيفي كمان كترطيب، يعني مش عايز الايد اللي هي ناشفه قوي او شديده الجفاف. ايديكي ناشفه قوي او شديده الجفاف، هاتي اول واحد، هاتي اللي بالافوكادو. وفي واحد كمان دلوقتي او اتنين جايين برضو للايد شديده الجفاف. ده زي ما قلت لك حاجه صيفيه، حاجه منعشه قوي، بتديكي ريحه حلوه قوي، خصوصا بقى لو انت عروسه. فتحطيه كده قبل النوم، تحطيه اول ما تصحي، هيديكي ريحه زهور كده او ريحه ورود. كمان ترطيبه يعني ايه كويس، اللي هو تحس ان ايديكي ناعمه ومترطبه، ولكن مش عايز اللي هي شديده الجفاف. السلك ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، دي بقى اللي شديده الجفاف قوي، للي عندهم حساسيه من الروايح، ملهوش اي ريحه. حجمه حلو، حجمه 75 مللي، هما كلهم حجمهم 75 مللي، ما عدا اللي هو اللي هيجي زي الجار كده. واول واحد 150 مللي. ده سلك زي ما قلت لكم، ده بقى عايز الشتاء. ولو ايديك انت بقى بتنشف كده ومهما رطبتي ما بيجيش معاها ترطيب، ناشفه على طول طول الوقت، في كمان ناس ايديهم بتشقق في الشتاء، ده هيمشي معاكي حلو قوي قوي قوي. خصوصا زي ما قلت لك لو انت اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، لو انت ايديكي يعني ناشفه قوي، وكمان عندك حساسيه مثلا من الروايح او حاجه، فده من غير اي ريحه. ده بقى اللي هو اسمه لافينج كير، برضو الايد شديده الجفاف. ده للجسم وللايد، بادي لوشن يعني، فاهمه؟ وينفع كمان للايد. حجمه 150 مللي، يعني هيقعد معاكي فتره حلوه قوي، بيقعد فعلا كتير. برضو ملهوش ريحه قوي، يعني خفيفه قوي، فيعتبر ان هو ملهوش ريحه.
للايد برضو شديدة الجفاف، ولكن سلك والافوكادو اللي هي شديدة الجفاف قوي، فاهماني؟ ده بقى اسمه بي ميري، حاجة زي كده. ده لو انت بقى ليكي في الروائح الشجري، ده بريحة القرفة والفانيليا، فريحته شجري قوي، حلوة قوي قوي قوي، ولكن يعتبر برضو ان هو زي بتاع الزهور، ترطيب خفيف. يعني نمشيه برضو ان احنا نقول عليه ان هو صيفي، فاهمة؟ صيفي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو الترطيب خفيف، يعني عايز ايه؟ مش عايز ناشفة قوي، مش عايز متشققة قوي الايد اللي هي بتبقى في الشتاء، فاهماني؟ ده بقى كان نازل كده اوديشن في يوم الفالنتين. زي ما انتوا شايفينه كده، لونه احمر كله، ريحته خفيفة شوية برضو، ما يعني مش اللي هي الريحة قوية، يعني اكتر ريحة قوية اللي هي الافوكاتو والزهور. برضو ترتيبه خفيف قوي. مش عارفة بصراحة هما كانوا منزلينه يوم الفالنتين وخلاص كده مش هينزل تاني، ولا بينزل، مش عارفة، لكن هو كان نازل يعني اليوم ده. عجبني شكله وقلت اجربه برضو واقول لكم عليه، فلا حلو. لكن زي ما قلت لك ريحته خفيفة، وبرضو مش عايز الايد شديدة الجفاف. عايزة للايد شديدة الجفاف لافينج كير، واول واحد اللي هو استنشال ده، والافوكادو حلوين قوي. وبس كده يا بنات. فلو انا هفضل لك، يعني هفضل لك ده زي ما قلت لك، ولافينج كير، واللي هو الافوكادو. حبيت اوريه لكم تاني يعني عشان يكونوا واضحين قدامكم. اللي عايز برضو ياخدهم سكين كير، سكين كير اللي عايز ياخدهم سكرين شوت. ودوت زي ما قلت لك، لو انت بقى بتدوري على حاجه صيفيه، حاجه ريحتها حلوه قوي للزهور، ده حلو قوي. والسينابون او السينامون، اللي هو يعني بريحه القرفه والفانيليا. دوت بقى زي ما قلت لك لو انت ليكي في الروائح الشجريه، لان هو ريحته قويه قوي وريحه شجري، فاهمه؟ ودوت زي ما قلت لك، ده بقى لو ايدك شددت الجفاف وعايزه حاجه كده حلوه ترطيبها كويس من غير ريحه قوي، اللي هو السلك، ولو بريحه اللي هو الافوكادو. وبس كده يا بنات، الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير باذن الله. وزي ما قلت لك اكتبوا لي في الكومنت لو عايزه اي فيديو اعمله لك، وان شاء الله هقول اساميكم كلكم الفيديو الجاي. وانزلوا ما تنسوش، انزلوا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات، عشان ناخد كلنا ثواب في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. واكتبوا لي برده لو عايزين نعمل لكم اي فيديو تاني او اي ريفيو عن حاجه تانية. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.